ابطال ثانويه عامه، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن ماده من احلى المواد في ثانويه عامه، بس هي مخوفانا كلنا. هي الانجليش. طبعا الانجليش مش عايزه اقول لكم ان هو مهم جدا، مش بس في ثانويه عامه، لا بعد كده حياتك العمليه هتبقى معتمده بشكل اساسي على الانجليش ايا كان الكليه اللي هتخشها. بس هو سهل، محتاج ان انت تراجع عليه كتير، محتاج ان انت تذاكر، تحفظ فوكاب، تراجع جرامر، كل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عنها في الفيديو ده. بس قبل ما تبدا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن عشان يوصلك كل النصايح الجايه ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا. قبل ما نبدا اقول لكم ازاي تذاكروا الانجليش وازاي تراجعوه. هنبدا بنصيحه النهارده، وهي بلاش خوف من الحل، ما تتوتروش. ليه؟ اول حاجه انتوا لما بتخافوا اول حاجه بتفقد تركيزك، بتحس ان انت ناسي المنهج، ناسي كل اللي ذاكرته، بتغلط مع انك اصلا بتبقى خايف تغلط، فانت بتغلط عشان خايف تغلط. الخوف بيشتتك، بيخليك ما تفكرش في السؤال صح، فلازم ان انت ما تخافش، لازم ما تتوترش، لازم تبقى هادي علشان تعرف تفكر كويس، تعرف تحل كويس، تعرف تركز كويس قوي في اللي انت بتحله. جماعة الخوف بيشتت جدا، الخوف بيخليك ان انت مش عارف تحل، حاسس ان انت ناسي كل المنهج. وعلى فكرة انا قبل ما بنصحكم كده انا بنصح نفسي وبنصح اختي اللي هي قدكم في ثانوية عامة. فبجد اهم نصيحة لو حد سألها لي اقولها لكم هي بلاش خوف من الحل، لان انت بتبقى مذاكر كتير قوي بس خايف فبتغلط. وفي ناس ما بتبقاش مذاكرة، بتبقى مذاكرة نص نص يعني، وتدخل الامتحان عندها ثقة في نفسها فقادرة ان هي تحل بثقة وفعلا بيجيبوا درجات اعلى. فانت ليه تضيع نفسك وتضيع درجاتك عشان مجرد خوف من حاجة؟ يعني في علم الغيب انت ما تعرفش ربنا كاتب لك ايه، ما تعرفش ربنا شايل لك ايه. بلاش ان انت تقطع على نفسك، فحاول ان انت ما تخافش، حاول تهدى، حاول تركز، وان شاء الله ربنا يوفقك. يلا نشوف بقى الانجليش ده هيعمل فينا ايه، اقصد هنراجعه ازاي. اول حاجة الانجليش زيه زي اي لغة عبارة عن جرامر، فوكاب، وسكيلز، ونزود عليهم الستوري علشان منهج ثانوية عامة. المهم المنهج عندك 12 يونت، عندك جرامر بتاع 12 يونت. اول 6 يونت الجرامر بتاعهم متشابه جدا مع 6 يونت التانيين بتوع الترم التاني، يعني جرامر الترم الاول متشابه جدا مع جرامر الترم التاني، او هو فاحنا يعتبر ان عندنا 6 يونت بس من الجرامر. طيب هتراجع الجرامر ازاي؟ الجرامر هتبدا ان انت تراجعه عن طريق ان انت تفهم القاعده كويس قوي من المدرس اللي انت بتاخد معاه، او ان انت خدت معاه طول السنه، او كمان هرشح لكم مدرسين كويسين قوي في الانجليش بس في اخر الفيديو. اهم حاجه ان انتوا تحاولوا تخلصوا الجرامر، تحاولوا ان انتوا تفنشوه كده علشان نفوق لباقي الفروع، او نفوق لباقي السكيلز بقى والكومبريهنشن والحاجات دي، عشان هي مهمه جدا 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 في الامتحان. تمام. وبلاش ان انتوا تهملوا في الجرامر علشان مثلا ما كانش بيجي كتير السنين اللي فاتت، لان عندك الجرامر اصلا بيدخل في كل حاجه، بيدخل في essay، بيدخل في translation، بيدخل في وانت بتحل اسئله الستوري، بيدخل فعلا في كل حاجه. فحاولوا ان انتوا تهتموا بيه كويس قوي علشان ما تندموش بعد كده. ندخل بقى بعد كده على الفوكاب. طبعا انت هتذاكر الفوكاب اساسي من اليونتس عندك. طيب ايه اللي هيخليك بيرفكت في الفوكاب، وايه اللي هيخليك ان انت عارف تحل كويس قوي كل الاسئله؟ هو الكومبريهنشن. طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم بتكسلوا تحلوا كومبريهنشن، وما بتمشوش على اللي هو نظام كل يوم قطعة احلها وكل الكلام ده، لان انتوا عندكم يعني مدرس العربي هيقول لكم حلوا كل يوم قراءة، كل يوم نصوص، وكمان هتحلوا كل يوم انجليش. لا، فاحنا هنمشي ان يوم ويوم، يعني حتى خلي يوم عربي ويوم انجليش، مشيها كده اللي هو ايه، يوم قراءة ونصوص ويوم قطعة كومبريهنشن. بس حاولوا فعلا ان انتوا تلتزموا الموضوع ده، انه والله العظيم فعلا هيفرق معاكم قوي، بداية من النهاردة لحد يوم الامتحان او لحد ايام الامتحان. هيفرق معاكم جدا الموضوع ده، وهتحسوا ان انتوا في فرق فعلا وانتوا بتحلوا الفوكاب، بقى سهل بالنسبة لكم، بقى اسهل، طريقة تفكيركم حتى هتختلف، وانتوا بتحلوا التشويس اللي هي حتى بتبقى على كلمات المنهج هتحسوا ان في فرق، وان انتوا عارفين تحلوا وعارفين تفهموا السؤال كويس قوي. بس كده نيجي بقى بعد كده على السكيلز. مبدئيا البانكتويشن ماركس اهم حاجه بجد، لازم ان انتوا تسمعوها او لازم انتوا تذاكروها. دي كل المدرسين تقريبا على اليوتيوب عاملين ليها محاضره خاصه ومنزلينها اغلبهم على اليوتيوب، هي البانكتويشن، لان هي عليها سؤالين في الامتحان وغالبا بتدخل في الترانزليشن، فحاولوا انتوا تخلي بالكم كويس قوي منها.
ايه تاني تهتموا بيه كويس قوي في السكيلز؟ الكونجكشنز، اللي هي الكلمات اللي بتربط بين الجمل، when هو while، كل الحاجات دي فعلا بتيجي في الامتحان كتير، بيدخل فيها تريكات كتير. حتى وانت بتذاكر او انت بتحل ترانزليشن، هتلاقي ان انت في اختيارات كده تقدر تستبعد منهم عن طريق بس جملة الربط دي، فخلي بالكم منها كويس قوي قوي. طيب نيجي بقى بعد كده على الترانزليشن. النصيحة اللي اقولها لكم الوحيدة في الترانزليشن هي اللي انتوا تحلوها بالاستبعاد. هوريكم ازاي دلوقتي. هيطلع لكم دلوقتي على الشاشة هنا مثال كده لترانزليشن من عربي لانجلش. بيقول يعتمد النقل والكثير من الأنشطة الحياتية بشكل كامل على النفط في مختلف المجالات، لذا نحن في حاجة إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة المتجددة لأن النفط سينفذ في المستقبل. طيب ده عايز نحوله الانجليش، ازاي هتحوله؟ اول حاجة هتيجي تبص كده على كل الاختيارات، هتلاقي في فرق في البداية transport and a lot of life activities completely depend on natural gas. نقف لحد هنا. لو جيت بصيت هتلاقي اختلاف في كلمة a lot و many، بمعنى كثير من. هو بيقولك يعتمد النقل على كثير من، فانت هتبدأ ان انت تقف عندها كده. كلمة a lot of ولا many؟ كثير من يعني a lot of، فانا هستبعد B و C. تمام، انا كده استبعدت. طيب نيجي بعد كده لو كملنا الجملة هنلاقي ان هو بيقول ان هو بيعتمد بشكل كامل على النفط في مختلف المجالات. طيب لو جينا بصينا احنا كده استبعدنا B و C عادي، فلو جينا بصينا هنلاقي ان في A و D مختلفين في حاجة، natural gas ولا oil in various field. احنا عارفين ان النفط يعني oil، لان اصلا الناتشورال جاز ده اللي هو الغاز الطبيعي، فده احنا مستبعدينها. فده اللي انا بكلمكم فيه، هو ان انتوا تحلوا الترانسليشن عن طريق الاستبعاد. بلاش ان انتوا تقعدوا تترجموا كل كلمه وهتحلوا الترانسليشن بترجمه، مفيش حد بيعمل كده دلوقتي. طالما جايلكوا تشوز، فانتوا مش هتقعدوا ان انتوا تحلوا كل كلمه، لان انتوا اصلا مش هتبقوا عارفين كل كلمه حلها ايه. وعشان كده في الامتحان بيجي جمله طويله شويه، بتيجي فيها كلمات كتير انت مش عارفها عشان يلخبطك بيها، فانت استخدم سياسه الاستبعاد عشان تفيدك كويس قوي وانت بتحل. كده بقى خلصنا الترانسليشن. نيجي بقى على الستوري. الستوري من اهم الحاجات اللي انت لو فهمتها كويس قوي وذاكرتها وعرفت ايه احداث القصه ماشيه ازاي، هتقفلها بسهوله جدا وهتبقى ضامن درجتها. فحاولوا ان انتوا ما تفقدوش درجات الستوري. بعد كده اخر حاجه في امتحان الانجليش وهي الاسي. حاولوا ان انتوا تدربوا على حل كتير قوي وكتابه كتير للاسي. اكتبوا بايديكم، بلاش ان انتوا تبقوا معتمدين على ان في الامتحان لا هحل وهكتب، لا اكتبوا وتدربوا كتير لحد فتره الامتحانات، علشان برضو الاسي من الدرجات المضمونه في الامتحان واللي تقدر تجمع فيها كتير. وبس كده، ده كان فيديو الانجليش. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون فادكم. حاولوا ان انتوا تستفادوا من كل النصايح اللي انا قلتها، وان شاء الله خير، وان شاء الله الامتحان بتاع الانجليش هيجي سهل وما تقلقوش، ربنا يوفقكم كلكم. بس قبل ما تقفلوا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو لسه ما عملتش، وتعمل شير عشان يوصل لاكبر عدد من زمايلكم وتستفادوا زيكم.